حياكم الله في أولى حلقات برنامجنا فنجال برية، والتي حرصنا فيها أن يكون ضيفنا قامة وقيمة وإضافة للبرنامج، حيث أن ضيفنا من الأسماء اللامعة في مجاله. ضيفنا شاعر استطاع أن يفرض اسمه بقوة في ميادين المحاورة، وأصبح من أبرز الأسماء في هذا الفن العريق الذي يجمع بين الإبداع والذكاء وسرعة البديهة. رحبوا معي متابعينا الكرام بعميد الشعراء الشاعر محمد بن طمحي الذيابي، الذي أمتع جمهوره وأثرى الساحة الشعرية بمحاوراته وأسلوبه الفريد. أحبك يا أبو بدر في هذه الحلقة الاستثنائية، أنا أسميها، وأول شيء خلني أشكرك على قبول الدعوة رغم انشغالك، أعطيتنا وقت من وقتك، وهذا الشيء محل تقديرنا جميعا. وهدفنا الأساسي يا أبو بدر هو أنك تطل على جمهورك من خلال عدستهم. يا مرحبا يا أبو بدر. الله يبقيك ويطول عمرك، وأنا سعيد اليوم أننا في هالجو الطيب والطيب رب العالمين بهالغيم والأمطار، ومطيبين أنتم برضه بحضوركم ومناسبتكم الطيبة اللي جمعتونا وحضرنا معكم وربع عزيزين. والشيء اللي يجمعنا مع ربعنا هو الشيء المفرح. وبالنسبة اللقاءات الأيام هذه واجد، والسنابات واجد، والله إني أعتذر عنها. آخر ما حضرت في قناة نهار النية ولا كملت، حتى الأول حضرت الثاني اعتذرت، ولكن أنت ما أقدر أقول أنت ابن عم، وقناتك ولا سنابك يخدم الموروث ويخدم القبيلة ويخدمنا كشعار. فأمام دعوتك أنت وامثالك للمشاركة في برنامج، الشاعر عنده ثروة شعرية أو كنز يطلعه، اعتبر رصيد يطلعه للمتابعين. فأنا حضرت ملبين دعوتك وأقول وفقك الله وإلى الأمان. يا مرحبا أبو بدر. بعد الإعلان عن برنامجنا وكيفية تقديمه جاني تعليقات كثيرة تشيد بالفكرة وتؤيد الفكرة، ولفت انتباهي واحد متابعين يقول ذكرتنا بالماضي الجميل قبل التقنية، كانت المجالس هي الوسيلة الوحيدة اللي نتناقل فيها القصيد والأحداث والسوالف. كلمنا يا أبو بدر عن تلك الحقبة والمجالس اللي كانت في الزمن الجديد. المجالس مدارس، وكانوا في السابق، أنا لحقت البادية ما عندنا وسائل إعلامية، لا تلفزيون ولا الراديو، نسمع برامج البادية اللي كان يقدمها ربعنا معروفين، مطلق، ياسر، وغيرهم برامج كانت تقدم برضه من عدة حتى من الكويت. كانوا يجلسون كبار السن إذا فيها مناسبة يجلسون يتسامرون بالسوالف، هاك السنة ويوم الوضع الفلاني ويوم الملك عبد العزيز وحد المملكة أي نعم، ويوم أن صار كذا وصار كذا، ولكنهم جلستهم خالية من الشوايب من النميمة ولا يتلحقون أحد. اللهم من السوالف اللي يجيبونها سوالف تراث وقصيد، وينتشر القصيد من خلال المجالس. هذا القصيد هاك الحين تسجيله مغر صدور الرواه، ما فيها عندهم هاك الحين وسائل تسجيل، فيها شيبان يروون السوالف والقصص والقصيد للحضور. وحنا كشباب هاك الحين ولا القدامنا يحفظون الشيء اللي يقولونه الشيبان عن الموروث القديم وعن الهدايا وعن المساجلات بين الشعار وعن المحاورات. من أسطورة الرواه يحفظونها اللي الشباب وتنقلونها برضه للمجتمع والأجيال. فنحمد الله ونشكره، الله يرحمهم اللي مات منهم ويطول أعمار الباقين. ويطول عمرك يا أبو بدر. وكنت أنا أجلس، كان يجينا عبد المعين وكانوا يجونا ربع واجد، حياة محصان، أنا ولد صغير، الله بالإضافة لربعنا حنا عاد وكلنا ربع، الله وكلنا، وكانوا يجونا الله يذكرهم جيراننا المحازنة، وكان
كانوا يجتمعون. طبعا ما هي الليالي كلها فيها عشاء ولا، لكن يجتمعون بعض المرات قدام البيوت الشيء التراثي، ولا صار عندهم حطوا زل وفارش وهذا، يتسامرون لا يطولون بعد العشاء بشوي وكل مروحون الهلا يلا هلا. فهذا من ذكريات الشيء القديم. عميد الشعراء محمد بن طمحي راضي عن وضع الساحة في الأيام هذه؟ أول شيء اختلف الوضع بين الماضي والحاضر؟ أول شيء أشكرك على الأطر الطيب. أما المحاورة، أنت الساعة الشعرية بخصوص المحاورة. المحاورة مرت بمراحل. طلعت وأنا ولد صغير شيباننا هناك، والمحاورة في الديرة والعلوم كلها، فمحاورات الأمور القبلية والمواضيع اللي بين أهل الديرة. وبعدها أنا رحت إلى الكويت ودرست هناك، عام 400 رجعت، جيت في الديرة أنا هاوي، ولقيت طال عمرك قدامي شعار الديرة، من أشهرهم ميشع الجداعي، ومن أشهرهم فيصل السواجي، وهذول شعراء المحاورة اللي كانوا موجودين من قبايلنا، بالإضافة إلى أبوي وعمي ومرزوق بن فهد بن منيع الذيابي، كل اللي يحيون حفلات. لمن يجي حفلات يجي فيها شعراء من برا. أذكر أني أول حفلة لعبت فيها الحالي ووقفت الشعار 400 معدوي مسعد القعوان والمطران. ويوم انتشر الشريط علموا فاز على الصيدة تاجوا وهلي، ودعوني في حدود ديار جيراننا ونعمة الرجال المطران، وذليت اني اروح الحالي والصيدة شاعر قوي ومعاني الديرة كلها عنده قاموس بها والله، واخذ معي ربع في سيارتين، ومر على مرزوق بن فهد واخذه معي. قلت يا مرزوق انا معزوم عند المطران وانا خايف من الصيدة عنده معه شاعر قديم وعارف فتش نباته والله، ونجي ويجي اللعبة اللي ودك به، وواحد اسمه علي الماشي، واستمر معاهم. وتالي واجهت الشعراء كلهم في الساحة في الديرة. انتقلت إلى مكة، ومن جيت في مكة قابلت لي عمالقة ومدارس الجبرتي وصياف، بالإضافة إلى شعراء عتيبة، وكذلك في الشعراء من قبيلة هذيل حمود بن سودة وبن رويجح وغيرهم. اي والله نعم. وثم شعراء سليم ابو مشعاب والعمدة دخيل الله، وصار لي ماطى قدم معهم زي ما يقولون، واخذت سمعه وانتشرت لان وصلنا الى هذول الرعيل الاول اللي بالاضافه الى عمالقه الشعر في قبيله عتيبه، رشيد الزلامي ومطلق الثبيتي ومستور جار الهصواط وغيرهم من شعراء عتيبه، الى حلال السيالي ومحمد بتون، كلهم هذول لعبت معاهم والحمد لله اني استفدت من الاحتكاك معهم. بالاضافه اللي ولا ذكرتهم، فواصلنا هذول الجيل اللي خذوا فتره الزمن الجميل. الله ثم صارت المغترة وصارت الجنادرية، فجمعت شعراء المملكة والخليج. المغترة هذه يجب أن نشير بالبنان لمن كان على المغترة، وهو الأمير فيصل بن خالد. رفع قيمة المحاورة، أقام الليالي المغترة وجاب شعراء، ما هو بكل الشعراء، أنا ما حضرت في المغترة غير إلا مرتين اللي في الطائف، ولكن جاب شعراء أهل معنى وجاب الصوف الصوطة. انتشرت محاورة المغترة على مستوى الخليج، طلع جيل مثل زيد العذالة ومثل فيصل الرياحي وعبد الله العمى. عبد الله العمى قديم، لكن كان الجيل هذول سنهم حول بعضه، ومصلح بن عياد اللي تذكرني اساميهم. بعد 1410 جاء جيل وجاء نهضة الشعر، الله جاء نهضة الشعرية، من ضمنهم نجمنا، أنا أسميه نجم حبيب العازمي، ونجمنا برضه على جزاله مثل المورقي، وأيضا شعراء غيرهم. لكن هذول هناك في الشعراء الحقيقة أنهم كان لهم أدوار، لكنهم أبعدوا عن المحاورات.
وغيرهم. عاد فيصل الرياحي كان في الساحة، وجاء عبد الله العير بعدهم، الجيل اللي بعدهم بشوي، عبد الله العير، وجاء شعراء هناك. عبد الله بن شايق هذا الشاعر أيضا لا ينسى، رغم أنه ما جاء في الغربية إلا مرة واحدة وتوفى، ليته ما جاء. فأنا لعبت معه عدة مرات، من ضمنها يقول: سلام الله سلاما يرضي الزعلان والضايق، ليصر من بين العرب ضايق وزعلاني، ألا يزينها ما بين ابن طمحي وبن شايق، على قول المثل وقفة عتيبي وقحطاني. قلت: هلا يا مرحبا والكيف الأشقر ساق هالسايق، عسى ربي يحييكم ويطيب وكيف رسلاني، ألا صرت متضايق وأنا ماني متضايق، نسيت الموقف الأول وذكرت الموقف الثاني. وصارت ومرة في ملعبها أخرى فيها تمريرة، يقول: ابن طمحي شاعر عاقل وعقله مع عقاله، والعقال عقاله والعقل غدا ما به عقيله. قلت: ابن شايق شاعر عاقل وفي شكله لحاله، يستمد العقل من رؤوس الشنبات الطويلة. الله يرحمه. أيضا في الشعراء فقدناهم، في النواف العازمي وغازي الميموني، وهذول كلهم راحوا. خيت السناني توفى قريب، كلها حوادث. والحقيقة أني ما أقول غير عرفنا في الشعر هذا رجال ودبا ومعارف، وأحسن ما كسبنا منه علاقاتنا مع القبائل ومع المجتمع. طيب باقي الجيل الرابع اللي هو الحالي الآن. الجيل الرابع، الجيل الموجودين تراهم قديمين شوي، لكن نحن نعتبرهم الجيل الرابع. من سفر اللي وصل، اللي شعار القبائل الآخرين، ولا شعارنا عندك حمدان العسيمي، وعندك فواز العزيزي من المطران، وعبد العزيز شفت شعر العوازم، عبد العزيز العازمي ومحمد شفت شعر العوازم الأربعة. وش أقول فيهم؟ فهد العازمي بريان يعتبر من الجيل الثالث ولا الرابع؟ لا والله، فهد يعتبر من الجيل الثالث، ما هم من الأخيرين، من اللي مع حبيب حول حبيب ومنه جاي، وشاعر ونعم أبو ريان. وأضالة طال عمرك موجودين مثلين الساحة الحين، ولا يقلون عن مصاف من سبقوهم شعراء يعني. فهم هالحين اللي الآن وجودهم باستمرار، ويمثلون الجيل الأول والوسط والجيل الحالي. وفيه ناس والله لما تذكرني أساميهم: وفالح الغنامي، هذا مهندس الكلمة، فيه مهندسين، واحد مهندس الكلمة مات بدر بن عبد المحسن، وواحد مهندس الكلمة في المحاورة فالح الغنامي. وش أقول والله أنا ودي أذكر كل شاعر. أبو بدر أنا عندي سؤال أنا مخليه في الأخير، لكن ما دام أنك جبت طاري شعراء عتيبة، أنت وصلت مكانة ومرحلة بإمكانك أنك تلقب الشعراء لقب شعر عتيبة، لمن تعطيه بشعراء عتيبة؟ والله ما أقدر أعطيه أحد. شعراء عتيبة كل أبوهم يستحقون، كلهم شعراء، وشاعر الهيلة كلن يستحقه. أي نعم. أطلقوا على ملفي وبوافي كفو، واطلقوا على شو اسمه زابن وزابن كفو، ولا أطلقوا على شاعر المعتيبة يمثل عتيبة عند القبائل كفو، وبيض الله وجيههم. شاعر يمثل عتيبة فهو شاعر عتيبة. يا الله يحضر عند القبائل طال عمرك ويكسب نوماس، يمثل ربعه جاب شعر اني البيض وجهه ولا ومعازيبه ما جرح خواطرهم، يستقبلونه باحترام ويودعونه باحترام. الجمهور دائما نشوفه يتحمس مع شاعره ويتعصب الشاعر، يعني ابو بدر يتعرض لمضايقات من الجمهور او مرت عليه مثل المواقف هذه؟ شوف، اول شيء انا شاعر لا احرج نفسي الحمد لله. طبعا الشباب ايام الشباب والله ان نحرك الجمهور والجمهور معنا يندفع. وصلنا انا في الحجاز هنا في المنطقه الغربيه، جلست مع مطلق الثبيت، جلست مع الشعراء السنين الاخيره اللي كان مطلق فيها في الشرايع، انا مع في الاستراحه. شفت الشعراء طال عمرك يجيب شيء يحرك الجمهور، بس ما هو بانه يخلي الجمهور ينفعل. اما بالنسبه لمشاده الشعراء
حنا وجيراننا المطران لنا عامل خاص. جانا عبد الله يرحمه العير وحرك الجمهور، والله أنا المطران الله يبيض وجيههم يقول شد عليه وقف هذا تراه سهله. اي والله. واني اذكر مره من المرات جينا في حفله وقامت الجماهير تدفون بعضها، ترى جانا نشوه الشعريه مجنونه، وانها يوم شفتهم انا قلت خلوها. افهقوا يا عتيبه وافهقوا يا مطير، او اثبتوا يا عتيبه لا نزل الحدود لا تزلونا، والعرب ترجع يوم تقول أما تركي سوى شوشره ونهج له نهج، حنا مطير وحنا وفاعلوا الشاعر شاب وشاعر صوت والموالات كلها غناها تركي. ما شاعر مر علي في الموالات كثر ما غنى تركي الألحان. إني أذكر مرة أنا وياها معزومين في خليص، يوم إن مشانا تقابلنا قال والله يا في لحن جبت لا والله. قلت يا ابن الحلال فكنا من اللحن، قلت علمني. قال يا لا لي لا لي لا. قلت هذا والله أنا غاني. قال والله مالك أنا يا طارش. إي والله ما خلى شيء من نصيب يصير. ومرة متوتر له يقول يا ليلاله يا ليلاله يا ليلاله يا ليلال. هذا لحن ريام. قال والله انكم تغنون عليه وانا اجبركم، ويجيب فحفر الثاني الشعر كلهم يغنونه. فالشعر مره سبحان الله مرت الالحان بارتفاع عضوى وهوايه. نعم هوايه. الله وغنيناها هالحينه. هو ترى بعد حرب الخليج جاء نشوة الشعرية، ثم جاء الموال، ثم جاء شعراء اللي هم بدعوا الموال الله يرحمهم كلهم ماتوا، عمر الخالدي وبكر الحضرمي، ثم استلموها الشعراء الآخرين. كل يجيب موال بعضها غاني وبعضها من الروس يقدحون والآن ما عاد الموال الحين نادرا ولا عاد يتفاعلون العرب مع زي من أول. دقيقة خلني أعطيك مبيات كتبتها فيك الحين أنت هو وقناتك هذه. يا المحيني شنت لك ووقت داعينا للقى والفال فنجال برية، يا لا قد ركوي حشمة وتكي جينا فالحياة اشغال ما هي بعادية، واحمد الله يوم صوبك تمشينا زادت الفرحة بالاجواء والطبيعية، وانتهسنا بك عروض تسلينا مع تراثك فيه لمحات فنية، ننتظر نجمتك والكيس تعدينا، أنت ناجح فوق 90%.